السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكن أخواتي؟ إن شاء الله الجميع بألف خير يا رب. اليوم حبينا نعمل أكلة حلو فاخترنا نعمل الوربات بالقشطة العربية، وطلعت معنا غير شكل وطعمة مميزة مع قرشة العجينة بتاخد العقل. تابعوا معي الفيديو وإن شاء الله بيعجبكن وبتطبقوا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. بداية خلينا نصلي على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ونسمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش. هلا عندي هون رقائق مثل ما شفتوا أخذت نص الكمية تقريبا، يعني بدي شي 12 طبقة وبقسمهم بالنص. وهلا رح أبلش باللف، رح أخذ الطرف ولفه بالمايل رح يطلع معنا الشكل المثلث. إن شاء الله يكون واضح، يعني طريقة كتير سهلة وبسيطة. وبكمل الكمية كلياتها وبصفهم بالصينية ورح نشوف المرحلة اللي بعدها. وهيك الكمية صارت عنا جاهزة، رح أصب عليها السمنة المدوبتها، ولازم نعطيها كفايتها من السمنة. وبس تستوي الصينية معنا منصفي السمنة الزايدة. وبهالأثناء أنا مشغلة عندي الفرن على درجة الحرارة 180 من فوق ومن تحت. ما رح تاخد معنا وقت كتير بالفرن، تقريبا 6 ل7 دقايق. وبس طلعت الصينية معنا من الفرن رح أنزل عليها بالقطر مباشرة. القطر عنا هون بارد والصينية سخنة. القطر عياره عملته أنا هون 2 كاس من السكر وكاسة ونص من المي وعصرة ليمونة. وهيك هلأ بعد ما خلص صب القطر عليها رح اتركهم تقريبا 3 ل4 دقايق، وبعدها رح احشيهم بالقشطة. وهيك هلأ الوربات صارت جاهزة عنا للحشي، رح نحشيهم وندعمهم بالقشطة مو مشان شي بس مشان صحتنا. رح كمل الكمية كلياتها ورح صفهم بصحون التقديم، ورح ندلل حالنا شوي برشة من الفستق الحلبي، ورح حط شوي من القطر. وهيك بيكونوا الوربات عنا جاهزين للأكل، وإن شاء الله ألف صحة وهنا. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو أخواتي، وبتمنى منكم تطبقوها وتعطوني رأيكم فيها. بنصحكم تعملوها لأنه عن جد ما بتاخد معنا وقت، وطلعت طعمة القشطة مع قرشة العجينة عن جد غرام. وهيك كان فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، وشكرا كتير لكم ولمتابعتكم الحلوة وتعليقاتكم الأحلى. لا تنسوني أخواتي من اللايك إذا عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.